عليكم ورحمة الله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى ألف خير. عواشركم مبروكة ورمضان مبارك كريم، يدخل عليكم الصحة والعافية وما تمنيتو. اليوم غنشوفوا مع بعض 3 ديال المملحات بحشوات مختلفة، وحده كتنسك في الاخرى. فعلا كيستحقوا التجربة، كيجيو فنين مقرمشين وبنان ولداد بزاف 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 بزاف. عندنا لينيم بالخضرة والقمرون، ميني بسطيلات مالحين، وعندنا كذلك بريوات بلاموس ديال الدجاج. كنصحكم تجربوهم، كيجيو فنين في المائدة الرمضانية. لتحضير الوصفة غادي نحتاجو 30 غرام ديال الزبده مذابه، 2 معالق كبار زيت الزيتون، 2 معالق كبار معدنوس مقطع رقيق، 3 معالق كبار عصير ليمون، ملعقه صغيره مركز طماطم او مطيشه الحك، 1 فص ثوم مفروم، 1 ملعقه صغيره صلصه الصوجه، نص ملعقه صغيره هريسه او معجون الفلفل الاحمر الحار، ملح، وملعقه صغيره من الفلفل الاحمر الحلو اي التحميره. غادي نخلطوا جميع العناصر مع بعض، غادي نقصوا منهم واحد شويه غادي نحتاجوه من بعد. وغادي ناخذ 500 غرام ديال الدجاج، غادي نشقوه بهذه الطريقه وغادي نشرملوه. غادي ندخلو التشرميله في ديك الشقوق. بالنسبه للدجاج انا وليداتي ما كياكلوش الصدر، كنحيدو جانبا، كنحتاجو بحال هاد الوصفات هذه. كنغطيوها بالبلاستيك الغذائي. انا خليته ليله كامله. غادي نوضعوه في مول اللي كيدخل الفرن. غادي نغطيوه بورق الطبخ، ومن بعد بورق الالومنيوم غادي ندخلوه الفرن المسخن على 250 درجه. في مقلاة غادي نوضعوا القليل من زيت الزيتون، غادي نوضعوا كذلك بصله مشلضه كبيره، وغادي نزيدوا 3 ديال البرو او اعواد الكرات. غادي نخليو حتى يدبلوا شويه ويذهبوا. غادي نضيفوا القليل من الملح، خمسين غرام ديال الفطر الطري مقطع طريفات، اولا الفطر المعلب اللي عندكم متوفر. غادي نخليوه حتى هو حتى غادي يدبل. غادي نضيفوا كذلك 50 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي مفزقه في الماء البارد، وكنصفيوها وكنقطعوها وكنشحروا الكل مع بعض. في هذا الاثناء غادي نضيفوا 2 معالق كبار ديال الزيتون الاخضر مقطع، وفي الاخير 50 غرام ديال الجبن الاحمر مبشور. الا ما بغيتوش تضيفوها في هذه المرحله ممكن تضيفوه ملي تجيو تمونطيو الميني بسيطلات ديالكم، ممكن تضيفوه صافي. اخيرا غادي نزيدوا هاد الماغيناد اولا هاد الشرميله اللي نقصنا قبايل، غادي نضيفوها، غادي نخلطوا جيدا. وفي كاسرونه غادي ناخذوا ملعقه كبيره ديال الزبده وملعقه كبيره ديال الطحين، هذه بالنسبه للصلصه البيضاء او لاصوص بلونش. غادي نخليو حتى يبدا يذهب الطحين شي شويه بحال اللي كيتحمر، غير واحد شويه. غادي نضيفوا 200 غرام او 200 مليلتر ديال كريمه الخاصه بالطبخ. انا استعملت هذه، ممكن تستعملوا اي نوع ماشي مشكل. كنضيفوها بالتدريج مثلا على 3 دفعات. في الاخير غادي نزيدوا القليل من الملح، وغادي نزيدوا فص الثوم، وغادي نضيفوا كذلك ملعقه ديال صلصه الصوجا. انا ما توفراتش عندي هنا، زدت لاصوص باربيكيو. بعد ما وجدت لنا لاصوص بلونش كنضيفوا لها الدجاج ديالنا اللي خرجت من الفران وفرتته، كنخلطوا مزيان مع لاصوص بلونش بهذا الشكل هذا. غادي ننتقلوا للحشوه ديال لاموس ديال الدجاج. عندنا 450 غرام ديال صدر الدجاج، 1 فص ثوم مفروم، نص ملعقه صغيره هريسه او معجون الفلفل الحار، ونص ملعقه صغيره من التحميره اولا بودره الفلفل الاحمر الحلو، والقليل من زيت الزيتون، ومن طبيعه الحال 1 ياغورت طبيعي، دانون طبيعي بدون سكر. انا زيت الزيتون هنا نسيت عاد ضفتها من بعد. كنخلطوا المكونات مع بعض وكنخليهم كيرقدوا باش كيتشربوا ديك العناصر. اقل شيء تخليهم ساعه المكانه، شحال ما بقاو شحال ما كيجيو احسن.
كنغطيهم بالبلاستيك الغذائي وكنخليوهم جانبا. بعد ما رقدتنا لا ماريناد ديالنا اولا صدر الدجاج، غادي ناخذ مقلاة، ما غادي نوضعوا فيها لا زيت لا حتى شي حاجه، حيت ديجا وضعنا زيت الزيتون مع العناصر، هذيك الزيت كافيه. غادي نشحروا العناصر مع بعض. بعد ما تشحرت العناصر ديالنا غنخليوها تبرد شويه، وغادي نوضعوا الخليط في الهاشوار اولا في المفرمه الكهربائيه. غادي نزيدوا معها ملعقه كبيره ديال الكورنيشون، قليل من الملح، وغادي نطحنوا العناصر مع بعض. هذه هي لاموس اللي تحصلنا عليها. هنا غادي نضيفوا معها 2 معالق كبار ديال الجبن الكريمي، الجبن الخاص بالدهن، وممكن نضيفوا معها كذلك قطع ديال الشاركوتري، هذوك صدر الدجاج المدخن، شرائح عفوا الدجاج او شرائح الديك الرومي المدخن. هنا في مقلاة غادي نوضعوا زيت الزيتون، وغادي نوضعوا كذلك 6 اعواد ديال الكرات او البورو اللي مقطعين بشكل طولي عفوا. كنقيوهم وكنغسلوهم وكنقسموهم في النص، ومن بعد كل نص كنقطعوه بديك الشكل هذا. غادي نوضعوا 2 حبات ديال الجزر محكوكين بالطول، خيزو، انا حكيتهم بهاد الحكاكه هذه. ممكن نتوما الا ما كتوفروش عليها تحكوهم في الحكاكه العاديه وصافي. انا هنا كنصبغ خيزو هو الاول، حيت هو اللي كيدي اكثر مده ديال الطياب. بعد ما كيدبال كنزيدو 3 ديال الحبات ديال القرع الاحمر المحكوك بالطول، 3 ديال القرعات خضر محكوكين بالطول، وكنزيدو 1 فص ثوم، وكنزيدو ملعقه كبيره صلصه السمك، اولا ما كتوفروش على صلصه السمك نيوكمان ممكن تزيدوا صلصه الصوجا. كنزيدوا الملح كذلك. كنخليو العناصر عاوتاني حتى كتدبل. هنا كنضيفوا 100 غرام ديال الشعريه الصينيه مفزقه في الماء البارد ومقطعه. كنفزقوها في الماء البارد لانها باقا كتشحر هكا، ومازال غادي نمونطيوها يعني في لي سيغار ديالنا، غتقلى يعني غادي تكمل الطياب ديالها. والملح نتوما كتشوفوا الا كانت باقا ناقصه ملح راه كتزيدوا صلصه الصوجا. هنا كنضيفوا 350 غرام ديال الكروفيت او القمرون. هنا راني طفيت على النار، القمرون راه ما كيتشحر ما كيطيب ما حتى شي حاجه، حيت دغيا كيوجد ملي كنقليو لي نيم ديالنا راه كياخذ حقه في الطياب ملي كيتقلاو. غادي ناخذوا ورقه ديال الربعين، غادي نحيدوا ديك الجوانب وغنحيدوا هاد الحواف. غادي نحاولوا نقطعوا على 5، غادي نحصلوا على 5 ديال الاشرطه بهذا الشكل. هذا كيجيو لينام ديالنا مقدودين ومتولين، عفوا ماشي لينام، البريوات، البريوات عفوا بلاموس ديال الدجاج. ها نتوما كما كتشوفوا القاعده بحال دائما، الجهه الحرشه هي اللي من الفوق واللي ملسا كتكون لتحت. غادي ندهنوا الورقه ديالنا بالزيت، وغادي نوضعوا الحشوه في الوسط، وغادي نوضعوا قطع ديال جبن الموتزاريلا، كنضغطوا عليها بالاصابع ديالنا وكنحطوها من الفوق باش ملي كتقليو البريوات ديالكم كتجي ديك الفرomage دايب في الوسط. ومن طبيعه الحال مع ديك الشاركوتري كتقطعوها رقيقه كتكون حتى هي مع لاموس. هنا غنبداو نطويو البريوات ديالنا، نعطوهم غادي بهذا الشكل هذا. القناه من طبيعه الحال الا كانوا ناقصين راه كنزيدوهم الحشوه. وهذاك الحواف كندهنوهم بالدقيق والماء. هانتوما كنخشيوهم في ديك الجويب بهذا الشكل، راهم كيجيو متولين وزوينين،
حيت كما كتعرفوا راه العين كتسبق الكرش. كندهنوا بالزيت هانتوما كما كتشوفوا، كنطويو القنات اللي خاويين فحال دائما كنعمروهم وكنستمروا بهذا الشكل هذا حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله وكنقفلوهم بالطحين كاملين بحال بعضياتهم. هنا غادي ناخذوا الورقه ديالنا، غادي نقسموها في الوسط، غنتحصلوا على انصاف يعني على نصوصه بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نعاودوا نقطعوها على 4. غادي نحصلوا على 4. هذه بالنسبه للميني بسيطلات، وغادي نحاولوا نقطعوهم يجيو مدورين باش كتسهل علينا الخدمه. كنحاولوا ما امكن اننا ندوروا الورقه ديالنا. الا جاتكم كبيره على الغلاقه ولا الغطايه اللي غادي تستعملوا ممكن تزيدوا تنقصوا منهم، تزيدوا تدوروهم يجيو صغار على هكا. غادي ناخذوا غلاقه بهذا الشكل، غادي نوضعوا فيها الورقه وغادي ندهنوا بالزيت في الوسط، وغادي نوضعوا الحشوه ديال الشعريه الصينيه والفطر. وفي هذه المرحله الا بغيتوا تزيدوا الفرماج محكوك الا ما ضفتوهش مع الحشوه، وكتزيدوا عاد من الفوق الحشوه ديال الدجاج. كنطويو بهذا الشكل، كنديروا دي بلي، كنطويو بهذا الشكل هذا، يعني كنديروا تنيات وكنسدوهم بالبياض البيض. هذا راه بياض البيض اللي كنقفل به انا. وغادي نعاودوا ورقه اخرى غادي نلمطوهم باش كيجيو الحشوه ما كتخرجش. غنوضعوا ورقه اخرى غادي نعاودوا ندهنوها بالزيت، وغادي نوضعوا البريوه تما في الوسط، وغادي نحاولوا نديروا تنيات بهذا الشكل نطويوهم وكنقفلوا ببياض البيض باش ما كتفتحش التنيه. هانتوما كما كتشوفوا كتجي ملمطه غزاله. غنعاودوا واحده اخرى نشوفوها مع بعض. غادي نوضعوا الورقه وغادي ندهنوها بطبيعه الحال بالزيت، وغادي نوضعوا الحشوه ديال الشعريه الصينيه، وغادي نوضعوا الحشوه ديال الدجاج من الفوق، وغادي نحاولوا ندوروها بهذا الشكل هذا بطريقه بالتنيات بدي بلي. كنطويوها هكا طويات وكنقفلوا ببياض البيض، وكنحاولوا كنضغطوا بيدنا مزيان، كنفينيوها، كنعاودوها مره اخرى ورقه اخرى، كندهنوا بالزيت ونعاودوا نوضعوا البسطيله ديالنا في الوسط، ونعاودوا نوضعوا الطويات اولا التنيات بهذا الشكل، وكنسدوهم ببياض البيض، وكنستمروا بهذا الشكل حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله. وهادو هما الميني بسيطلات ديالنا. بالنسبه للينيم غادي ناخذوا الورقه ديال الربعين، غادي نقسموها في الوسط، نحصلوا على انصاف. ديك الزائد بطبيعه الحال كنوضعوه في البلاستيك باش ما كتيبسناش الورقه. غادي نمشيو للحواف، غادي ندوروا معاهم، غادي نقطعوهم بهذا الشكل، حيت ديك الحواف كيكونوا يابسين باش ما كيبرزطوناش في الخدمه، كنحيدوهم. وبطبيعه الحال بحال القاعده ديال دائما، الجهه الحرشه هي اللي كتكون الفوق، والجهه اللي رطبه ملسه كتكون لتحت. غادي ناخذوا الورقه ديالنا غندهنوها بالزيت، وغادي نوضعوا الحشوه في الوسط، وغادي نتنيو هذوك الجوانب، غنتنيوهم على الحشوه، وغنحاولوا نطويو غير بشويه، يعني ما كنزيروش وما كنرخفوش باش ما كطرطقناش يطرطقناش لينيم ديالنا. بهذا الشكل هذا حتى الاخر كنقطعوا ديك الحواف ديك باش كيجيونا مقدودين، وكنسدهم بطبيعه الحال بمعجون الدقيق والماء، الماء والطحين. هانتوما كما كتشوفوا
غنعاودو ناخدو وحده اخرى حتى هي غندهنوها بالزيت، وغنوضعوا الحشوه في الوسط وكنتنيو الجنيبات وكنطويو حتى كنوصلوا للاخر. كنقطعوا ديك الزائد وكنسدو بمعجون دقيق والماء، طحين والماء. وبالنسبه للبريوات هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. غادي نديروهم في البيض اللي عندي مطرب، وغادي نديروه عفوا في لا شابلور، يعني الخبز المحمص، الخبز المحمص المطحون. صافي غادي نفندوهم بهذا الشكل هذا، وغادي نكملوا بهذا الشكل هذا حتى غادي نساليو الكميه ديالنا كامله. وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها هنا، تقريبا 19 الحبه. اللي بغى يعني تجيه كتار ممكن يضوب الحشوه والورقه. من طبيعه الحال غادي نوضعوه في صينيه، غادي نغلفوها هكا بالبلاستيك الغذائي، وغادي ندخلوها للمجمد. نفس الشيء بالنسبه للميني بسيطلات، غادي نوضعوا البلاستيك الغذائي وغادي نوضعوا الميني بسيطلات، وغادي نعاودوا نفرشوا الورق الغذائي وغادي نستفوا بهذا الشكل هذا. كنستمروا حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله، كنغطيوها مزيان وكندخلوها حتى هي للمجمد. لينام ديالنا كذلك كنفرشوا لهم لتحت البلاستيك الغذائي ونستفوهم، ونعاودوا نوضعوا البلاستيك الغذائي من الفوق ونعاودوا نستفوا لينام بهذا الشكل حتى كنساليو لينام ديالنا كاملين، وغندخلوهم حتى هما للمجمد. هادو بعد ما خرجناهم من المجمد. دابا بالنسبه لطريقه التخزين غادي نخزنوهم بهذا الشكل هذا. غادي نوضعوا في اكياس بلاستيكيه الخاصه بالمجمد. ماشي ضروري هادو اللي استعملت انا، ممكن تستعملوا اي اكياس بلاستيكيه. من الاحسن تكون كتبين، كتكتبوا في كل وحده مثلا كيكونوا البريوات بحال ولا هذا، كتكتبوا مثلا بريوات ديال الدجاج، بريوات ديال الحوت، بريوات ديال الخضره، باش كتفرقوا اين بريوات خصكم نتوما. ممكن كاع تعملوا حتى التاريخ باش كتعرفوا فوقاش نزلتوهم. هنا مادام انهم جامدين كيكونوا قاصحين، ممكن انكم واخا ديروا حتى حبه فوق الاخرى، يعني ما كاينش ضرر، يعني ما كاينش مشكل. ها الميني بسيطلات ديالنا حتى هما بنفس الشكل، انا وضعت حبه فوق الاخرى. بهذه الطريقه هذه كيجيو مستفين ومنظمين في المجمد، ما كياخذولناش مساحه كبيره وفي نفس الوقت كيكونوا منظمين. لينام ديالنا كذلك. بالنسبه للميني بسيطلات ديالنا غادي نجبدوهم من المجمد مباشره، نوضعوهم في صينيه ديال الفرن. غادي ندهنوا لهم الوجه ديالهم بالزيت، وغادي ندخلوهم الفرن مسخن على 180 درجه حتى يطيبوا. وهنا بالنسبه للينام غادي نوضعوا حمام زيت، غادي نوضعوا فيه لينام ديالنا. كنذكر بهذه المعلومه هذه، حتى كنسخن الزيت كتسخن مزيان، وكنعاد كنجبدهم من المجمد وكنوضعوهم في الزيت، يعني من المجمد مباشره للزيت باش ما كيطرطقوش. كنبداو كنقلبوهم هكا مره حتى كيذهبوا. انا هنا راه حيدت ديك الشبكه، صراحه عصبتني وضيقتني. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو مذهبين وغزالين. بالنسبه هنا البريوات ديال لاموس ديال الدجاج حتى هما نفس الطريقه، من المجمد مباشره للزيت اللي هي سخونه. ومن طبيعه الحال كتردوا البال مع الزيت ملي كتسخن مزيان، تنقصوا شويه العافيه وكتخليهم كيتقلاو على خاطرهم. نتوما كتقليو ونتوما كتقلبوا حتى كيذهبوا وكتصفيوهم. انتم كما كتشوفوا
وبالنسبه للتزيين انا هنا زينت البريوات ديال لاموس. غطست ديك الرويصات في لا مايونيز وغطستهم في بذور شقائق النعمان او البافو. وبالنسبه للميني بسيطلات انا زينتهم بالفرomاج. وبالنسبه للينيم انا غطست لهم الجوانب ديالهم كذلك في لا مايونيز صلصه المايونيز. وغطستهم كذلك في رقائق الخضر المجففه، الخضره يابسه راه كتباع عند بائعي مستلزمات الحلويات. وهذه هي الوصفات ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تروقكم وتنال استحسانكم، والى شفتوا قناتي كتستاهل الدعم ما تنسونيش من لايكاتكم وكومونتيراتكم الزوينين وتبارطاجيوني مع الاهل والاحباب. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله وحفظه، والى وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.